ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرحب بيكم النهارده في أولى حلقات برنامجنا باسم الشعب. الشعب المصري الكريم، الشعب المصري العظيم، الشعب المصري المخلص لوطنه والمخلص لوحدته. الشعب المصري اللي بنتكلم عنه في برنامجنا هو الشعب اللي بيفكر ازاي يبني في بلده، الشعب اللي بيفكر ازاي يحافظ على تراب بلده، مش بيفكر ازاي يخرب في البلد ويدمر فيها. مشاهدينا الكرام، برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بلدنا. بلدنا في الفترة الأخيرة أكيد كلنا عارفين إن هي محتاجة كل إيد مصرية. برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مصر الخير. مصر الخير دي أمنية وهدف نفسنا كلنا نعيشه ونفسنا كلنا يتحقق، وعشان مصر تكون بخير. حرية إعلامية مسؤولة بعيدة عن التعصب لأي توجهات سياسية، رسالة حملتها ندوة تحولات الإعلام من أجل بناء إعلام هادف قائم على الحيادية والمصداقية ويساهم في تقدم وتنمية الشعوب والمجتمعات. أحمد دياب، زي الشمس. ألا تستحق رشيدة قصر ثقافة يليق بتاريخها ويرحم شبابها من معاناة الشارع؟ فالبلد الذي يهمل ثقافته بلد يجهل مكانته وقيمته. أحمد دياب، زي الشمس. شكرا جزيلا أحمد دياب. ومعنا على التليفون الشاعر الكبير أستاذ سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة. مأساة تعيشها كثير من الأسر ويتألم لها ضمير المجتمع، وما زالت تبحث عن حل من أجل الحفاظ على حياة الناس، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. بشكر إخواني في الإعداد جدا على هذا التقرير الجيد المحترم. الآن اتباع سيناريو ثالث أكثر واقعية من أجل الوصول لحل نهائي لهذه الأزمات. أحمد دياب، زي الشمس. شكرا جزيلا أحمد دياب، شكرا جزيلا محمد بصل على التقرير المتميز. ليست كل المدارس بدأت اليوم، لكن المدارس التي بدأت لا توجد بها حتى الآن مشاكل متعلقة بالكتب المدرسية. بشكرك شكرا جزيلا أحمد دياب زميلنا العزيز ومراسلنا من أمام مدارس القلب المقدس بمنطقة غمرة. لكن النهارده وإيه أهم ما يميز المعرض والاحتفال النهارده في متحف محمود مختار؟ يعني في مجموعة أنشطة زي ما انت شفت، معرض الخردة، فنانين. Mr. Robert, we are very pleased for your presence here today and we do like to know your impression about the fine art gallery here. آخر نقطة بس عايز أقولها لكم، إن طول ما أنت عندك أمل في ربنا وطول ما عندك ثقة في نفسك وطول ما أنت بتجتهد وبتشتغل، تأكد تماما إن ربنا مش هيخذلك، تأكد تماما إن مسيرك في يوم هتوصل. بشكر كل الناس الحلوة النهاردة اللي حرصت على حضور يوم في حب مصر. معلش يمكن الجو شمس شوية، يمكن الجو تعب شوية، بس مصر تستحق منا أكتر من كده بكتير. مش هنبخل عليها بشوية عرق وجهد، مش هنبخل عليها بروحنا. شكرا للكشافة البحرية المصرية اللي جمعتنا النهاردة، وشكرا لكل السادة اللي شرفونا. أنا عايز أشكر الأستاذ أحمد دياب لأنه الحقيقة يعني من الشخصيات التي لها فعاليات كبيرة جدا معانا في الكشافة، ومن الشخصيات النشطة جدا، وبقلبه وبروحه بيكون موجود في المناسبات بتاعتنا. يعني مهما نقدم الشكر ليه، لأنه هو الواجهة دائما بتاعت اي نشاط او فعاليات في الكشافة. بنشكرك يا احمد باستمرار على ذوقك وعلى انك انت حريص دايما انك انت تكون موجود معانا، واحنا بيسعدنا دايما انك انت تكون موجود معانا. وانا اعتقد انك انت قمت بمهمة كبيرة انك انت جبت المجموعة من الاخوان من الفنانين، وبنقول لهم شكرا للمرة الثانية.